أهلا ومرحبا بكم متابعينا الكرام في برنامج مصطلح الأسبوع. مصطلحنا لهذا الأسبوع هو مصطلح المجتمع الطبيعي. ما يقصد بمصطلح المجتمع الطبيعي هو نظام الجماعات البشرية الذي دام مرحلة اجتماعية طويلة تبدأ من انفصال الوجود الإنساني عن فصيلة الثدييات الرئيسة البدائية، وتنتهي بظهور المجتمع الهرمي. ويشكل المجتمع الطبيعي 98% من عمر الإنسانية، حيث يمر بثلاث مراحل، وهي مرحلة البيوليتيك العصر الحجري القديم، والميزوليتيك العصر الحجري الوسيط، والنيوليتيك العصر الحجري الجديد. وتعود هذه التسمية إلى استخدام الأدوات الحجرية. وشهدت هذه الحقبة من تاريخ البشرية ظهور الجماعات الإنسانية المسماة بالكلان، والتي تعد الشكل المجتمعي الأول للبشرية، والتي يتراوح عدد أفرادها ما بين 20 و30 شخصا، كانوا يعيشون كجزء من الطبيعة، حيث كانت تلك الجماعات تتغذى على الصيد وجمع الثمار المتوفرة في الطبيعة. وباكتشاف النار وازدياد صنع الآلات والأدوات ازداد إنتاج الكلان، ليتسارع بالتالي تقدمها كجنس بشري، وتزداد الهواه الفاصلة بينها وبين أسلافها من الثدييات البدائية. والقوانين الطبيعية للتطور الطبيعي هي التي تحدد سياق التطور ووجهته. من الواقعي النظر إلى المجتمع الطبيعي كأطروحة لبداية الوجود ضمن إطار هذا التعريف، فالإنسانية باشرت بوجودها اعتمادا على هذه الأطروحة، وقبلها كانت الحياة الحيوانية سائدة، وما بعدها يأتي سياق التطور على شكل المجتمع الهرمي والدولتي المتطور بموجب مناهضتها. فالمجتمع الهرمي والدولتي يشكل الأطروحة المضادة للمجتمع الطبيعي نتيجة قمعه الدائم له. ومثلما انتشر وساد المجتمع الطبيعي كأطروحة في كافة أماكن استيطان الإنسان واستقراره، فهو من حيث المدة أيضا يعتبر نظاما اجتماعيا مؤثرا يشمل المرحلة النيوليتية بشكل رئيسي، والمدتها قرابة 4000 سنة قبل الميلاد، ولا يزال يواصل وجوده حتى حاضرنا في كافة المسامات الاجتماعية، ولكن بشكل مكبوت. ويبدو هذا التواصل صريحا في المصطلحات الاجتماعية، فالعائلة، القبيلة، الأم، الأخوة، الحرية والمساواة والرفاقية والسخاء، التعاضد، القدسية، وغيرها من العديد من الظواهر والمصطلحات هي من بقايا هذا النظام الاجتماعي. أما تداخل هذين النظامين الاجتماعيين فهو يتوافق لأبعد الحدود مع دواعي القوانين الدياليتيكية الأساسية. والنقطة الهامة الأخرى التي يجب الانتباه إليها هنا هي تطور الأطروحة والأطروحة المضادة ضمن إطار الجدلية، ولا تفني إحداهما الأخرى، فالنظم الاجتماعية تحتوي بعضها البعض عندما تصبح في حالة أطروحة وأطروحة مضادة طبقا لما هي الحال في الطبيعة برمتها. وفي مرافعة الدفاع عن الشعب يوضح القائد عبد الله أوجلان الجدلية ما بين المجتمع الطبيعي والمجتمع الهرمي قائلا: يتجسد أحد أهم النواقص الأساسية لعلم الاجتماع في عدم إشارته إلى الذروة الأخرى، القرين الشريك للمجتمع الهرمي والمنوط بالدولة، والتي يجب أن تمر بثنائية جدلية بطبيعة الحال على مر التاريخ، وكأن التاريخ عبارة عن سياق تطور خالي من التناقضات، ويتقدم على الخط المستقيم للنظام الاجتماعي المهيمن. مثل ما شوهد في كل تطور ظاهري، يتطور المجتمع الهرمي والدولتي أيضا ضمن تناقض مع القيم المجتمعية الطبيعية التي تلعب دور النقيض، وهو ينمو ويتطور ويتنوع بالتغذية عليها. من الضروري عدم الاستهانة بقوة المجتمع الطبيعي، ذلك أنها تلعب دور الخلية النواة الأم، ومثلما تولد جميع خلايا النسيج من الخلية النواة، تولد الأجهزة والنظم المجتمعية المتطورة الأخرى
من المؤسسات البدائية للمجتمع الطبيعي. قد يكبت المجتمع الطبيعي ويحصر ويقحم في الشراك ويطوق، ولكن لا يمكن إفناءه أبدا، ذلك أنه يخرج حينها من كونه مجتمعا. وعجز علم الاجتماع عن تثبيت هذه الواقعية نقصان هام لا يغتفر. ما يقضي الهرمية والدولة هو حقيقة تكوين المجتمعات الطبيعية على مر ملايين السنين، وإلا فكيف بالإمكان الثنائيات الدياليتيكية أن تتوالد؟ إن قيام بالتحليلات المجتمعية بوسائل طبقية أو اقتصادية ضيقة يعني ترك أصل الحقيقة وعضوها الأولي على هامش منذ البداية. هذا هو الخطأ والغلط الفادح المرتكب. هذا وناهيك عن نظرة المدرسة الماركسية ذات التوجه الطموح إلى المجتمع الطبيعي الذي أسمته بالمشاعي، وكأنه نظام انتهى عمره وزال من الوجود منذ آلاف السنين، والتي أثارت الموقف السلبي وأججته أكثر. لم ينتهي المجتمع الطبيعي في أي وقت من الأوقات، ولم ينفذ رغم تغذيته لمضاداته، بل تمكن من إيجاد نفسه على الدوام، ورغم كل التخريبات لم ينقص من وجوده كأثنية، كركيزة صلبة للعبيد والأقنان، وكأرضية خصبة لتجاوز التمايز الطبقي العمالي وتنامي المجتمع الجديد، كمجتمع بدوي متنقل بين البراري والأدقال، كعائلة قروية حرة، أو كأسرة بكيان الأم، وكأخلاق نابضة بالحياة في المجتمع. والرحل المتنقلين بين الغابات والجبال والبراري المجدبة يمثلون دائما القوى الدافعة لتقدم المجتمع الطبيعي، كونهم عاشوا على شكل حركات أثنية أو قبلية أو شعبية. فالأثنية هي قوة الصمود والتحمل على مدى آلاف من السنين رغم كافة أنواع الهجمات، الضروس والمصاعب الطبيعية، وما خلقته كان عبارة عن مقاومة وصمود بثقافتها وملاحمها ولغتها وبقيمها الأخلاقية الإنسانية الشفافة والأصيلة. التاريخ الذي يجب اعتماده أساساً هو تاريخ كل ما يشد التقاطب والمضادة مع المجتمع الهرمي والطبقي، وكل التواريخ السياسية الرسمية، أما أنها لا تتطرق أبداً لوجود هذا التاريخ، أو أن تراه تاريخ مجموعات فوضوية ضيقة النطاق أو سرب قطيع يليق استثماره واستغلاله من أجل مآربها هي. بقدر ما يعد هذا التاريخ جافاً ومجدباً وتجريدياً ومثالياً، فهو أيضاً مفهوم ظالم في عاطفته. لذا لن يجد تاريخنا معناه إلا بابتدائه من المجتمع الطبيعي، وتركيزه على كافة أنواع أفكار وعمليات المحكومين من أثنيات وطبقات وجنسيات آزاء الهرمية والسلطوية السياسية. إلى هنا نصل إلى نهاية مصطلحنا لهذا الأسبوع. شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.